هي ليه الطماطم سعرها بيعلى وينزل؟ طب هي ليه الفلوس اللي كانت بتكفيك زمان مش بتكفيك دلوقتي؟ طب وإزاي الدولة بتقدر تتحكم في الفلوس اللي في جيبك؟ السر في حاجة اسمها الاقتصاد. تعال نفهم ببساطة ومن غير كلام معقد. تخيل كده معايا إنك في السوق بتشتري طماطم، فبتسأل الراجل بتقوله الطماطم غلت ليه يا حاج؟ هيرد يقولك الدنيا بردت، الزراعة قلت، يعني العرض بقى أقل والطلب زي ما هو فالسعر بيزيد. وده ببساطة جزء من الاقتصاد اللي هو العرض والطلب والإنتاج والاستهلاك والفلوس اللي رايحة جاية في السوق. طب الاقتصاد مش بيع وشراء بس، ده كمان ليه فروع كتير. الاقتصاد ليه نوعين كبار: اقتصاد كلي واقتصاد جزئي. أول حاجة الاقتصاد الكلي بيتكلم عن اقتصاد الدولة كلها زي التضخم والبطالة وأسعار الفايدة. تاني حاجة الاقتصاد الجزئي بيتكلم عن الشركات والأفراد زي تسعير المنتجات وسلوك المستهلك. طيب هو كل ده أساسًا أنت بتقوله، طب هو مهم بالنسبة لي في إيه؟ بُص يا سيدي، هو الاقتصاد بيأثّر على كل حاجة، على المرتب اللي أنت بتاخده، الأسعار اللي بتدفعها، والفايدة اللي أنت بتحطها في البنك. لو عايزنا نشرح مصطلحات اقتصادية أكتر قُل لنا في الكومنتات.